في ذلك المكان وجدت نفسي أمارس حلمي في مجال الإعلام حين توليت مهمته في مصر كمسؤول عن المكتب الإعلامي منذ عام. وفي طريقي للبحث عن النجاح حصلت على المركز الثالث بمسابقة إبداع كأفضل مراسل إذاعي وتلفزيوني على مستوى جمهورية مصر العربية، ومثلت مصر أيضا بدولة تونس، وتم تكريمي على صناعة تقرير تلفزيوني احترافي بالهاتف النقال، وأيضا مثلت مصر بدولة البحرين كمحاضرا في مجال المراسل التلفزيوني بجمعية الكلمة الطيبة. والآن يتجدد الأمل من جديد بقبولي بمنتدى مصر للإعلام في نسخته الثانية تحت عنوان عالم بلا إعلام. تعلمت كيفية بناء التقارير بشكل صحيح، وأيقنت أن المراسل الجيد هو من يعمل بقاعدة وان مان كرو، يقوم بكتابة السكريبت والتصوير والإخراج والمونتاج والتعليق الصوتي. فالمايك في يد الإعلامي لا يقل أهمية عن السلاح في يد الجندي، فكلاهما يدافع ويحمي، وسأظل أحمي حلمي ما دمت أحيا. إسلام العشري لإيجيبت ميديا فورم.